السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال من قناه البشنال. الفيديو النهارده او الحادثه اللي حاصله النهارده هي غريبه، يعني تحسوا كده ان القيامه هتقوم، يعني بجد من اكتر الحاجات الغريبه اللي الواحد شافها في حياته. الحادثه دي طبعا كلنا كده سمعنا خبر امبارح ان في بنت عندها 20 سنه. البنت ديت للاسف 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 قتلت مامتها. طبعا كلنا مش فاهمين يعني ازاي قتلت مامتها، يعني ازاي بنت تقتل امها، يعني تقتل حياتها، تقتل روحها. عايزه اقول لكم بقى معلومات عن البنت دي عندها 20 سنه. البنت ديت مخطوبه، كل الصور دي من خطوبتها. اتخطبت لواحد محترم جدا جدا. البنت دي للاسف لها علاقه بشاب تاني، ابن جارهم او جارهم. فهي طبعا الام شافتهم مع بعض في الشقة، فده اللي حصل، ان اتهجموا على الام وقتلوها. وللأسف كمان يعني مش بس يقتلوها، دي كمان حطوا عليها مية سخنة علشان يتأكدوا ان هي ماتت، علشان ما تتفضحوش. حسبنا الله ونعم الوكيل في بنت تعمل كده في امها، يعني تعمل كده في امك. نيجي بقى للست الغلبانة الطيبة. طبعا الست دي استشهدت وقالت الشهادة 3 مرات باعتراف بنتها. هم بيقتلوها وضربوها، طبعا الشاب اللي معاها ده ضربها على دماغها لحد ما الست فقدت الوعي تماما وتوفت. والبنت عملت مسلسل كده، راحت لصحابها وقالت ان هي كانت في مستشفى وتعبانة ومش لاقيينها والكلام ده كله. البراءة اللي انتوا شايفينها في الصور ديت عمرها ما كانت حقيقة. ان هي تحضن امها. عايزه اقول لكم ان الست ديت شغاله في مستشفى، مشرفه في مستشفى. الست ديت عامله جمعيات علشان تجوزها وتجهزها وتجيب لها حاجاتها وما تحرمهاش من حاجه. البنت دي مدلعه، تاخد كل حاجه، يعني طلباتها مجابه. عملت لها احسن حاجه وبتعمل لها احسن حاجه بشهاده الناس اللي طبعا كانوا بيشتغلوا مع الست دي. انا لحد دلوقتي مش مستوعبه، يعني بحاول على قد ما نقدر او كلنا بنحاول على قد ما نقدر نقول ان البنت ما عملتش كده، او حد يعني، او ما كانتش موجوده، او ده كان مثلا بلطجي او حرامي اتهجم عليها. لكن للاسف فعلا فعلا البنت ديت قتلت مامتها علشان الفضيحه، علشان مامتها ما تفضحهاش. آم، يعني انا مش فاهمه، مش عارفه اتكلم، لاني من الحاجات الغريبه جدا 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 انك تشوفي امك اللي بتستحمل، اللي شالتك 9 شهور في بطنها، اللي بتشيل كده اللقمة وتحطها لك. كل دي بيروح في ثانية، انك تقدري ان انت تموتيها وتحرمي ولادك اخواتك منها. ف اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. البنت دي اكيد 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 مش طبيعية، اكيد في حاجة، لان اللي هي بتعمله ده او اللي هي عملته ده خيانة. خانت خطيبها، قتلت امها، اتفقت مع الشاب بخطة بتمثيلية ان هي مش لاقيين والدتهم والكلام ده كله. حسبنا الله ونعم الوكيل، بجد ده اللي اقدر اقوله. واكيد البنت ديت يعني اعترفت طبعا وقالت كل حاجة، وقالت ان هي كمان ان الشاب اللي معاها هو اللي خبطها. وبعد كده عشان يتأكدوا ان هي توفت حطوا عليها مية سخنة عشان يتأكدوا ان هي توفت تماما. وقالت كمان ان والدتها نطقت الشهادة 3 مرات، وقالت لهم سيبوني انطق الشهادة، ونطقت الشهادة. وبس ده اللي حصل. طبعا الحكومة او الشرطة عندنا عرفت القصة ديت على طول، وعرفت اللغز اللي حصل ده على طول. وحسبنا الله ونعم الوكيل بجد في اي بنت تعمل كده. انتوا شايفين طبعا صورها وشايفين كمية البراءة اللي فيها، بس من جوه شريرة إنسانة ما عندهاش أي ذرة رحمة. يعني إنها تعمل كده دي بشاعة، ودي من آخر الزمن، يعني دي بقى الحاجة اللي خلاص الأيام هتقوم بعدها. لأن انتوا شايفين إن يعني إيه يعني إيه نقتل أمي؟ دي حاجة أعوذ بالله يا رب. وإن شاء الله ربنا يجيب القصاص لوالدتها وياخد تاخد حقها منهم عاجلا غير آجلا.